السلام عليكم طلاب الصف الثالث الثانوي. معاكم مسيو جميل احمد. ان شاء الله النهارده هنكمل مع بعض كورس التأسيس. احنا في الاجزاء اللي فاتت اخدنا المحددات وعرفنا ازاي بنكتب الاسماء في الفرنساوي وضمائر الفاعل وازاي نكتب الفاعل نفسه وازاي نصرف الفعل مع الفاعل، وفي النهايه بقينا بنعرف نكتب جمله بشكل كامل. طيب النهارده بقى هنكمل ان شاء الله وهناخد حاجه مهمه وهي لو فيمينا دي نو، تأنيث الاسماء. ازاي انس الاسم؟ قبل ما نشوف تأنيث الأسماء لازم نعرف حاجة مهمة، إن عشان أنس الاسم يبقى الاسم ده ليه مؤنث أساسا. يعني مثلا زي ولد يبقى بنت، معلم معلمة. إنما مثلا ما أجيش على اسم زي قلم وأقول أنا عايز أنسه، ما هو ملوش أساسا مؤنث فمش هعرف أنسه. تمام؟ يبقى ببساطة التأنيث بنأنس الاسم اللي هو أساسا ليه مؤنث. ماشي؟ فناخد بالنا من الجزئية دي لأن في طلبة بتقوم معاك الدنيا. طيب إزاي بقى بأنس الأسماء؟ ببساطة عشان أنس الاسم احنا عارفين ان الاسم بيبقى قبله محدد، المحددات اللي خدناها في اول حصة. فلما اجي انس بأنس المحدد وبعدين بأنس الاسم. يبقى في البداية يؤنس المحدد. طب المحدد هأنسه ازاي؟ احنا حافظين المحددات. الآ المؤنث منها اللي هو الإن، اللو المؤنث منها الله، السو والسات المؤنث منها السات اللي باتنين تي. طب المون والتون والكلام ده، المون المؤنث منها الما والتون الطا، ولو عندي صون هيبقى المؤنث منها الصا، وهكذا. يبقى انا ببساطه بأنس المحدد، وده تأنيس المحددات واحنا كده حافظينهم وعارفينهم تمام. طيب الخطوه اللي بعد كده بأنس الاسم، يبقى يؤنس الاسم. طب الاسم بقى بيتأنس ازاي؟ ده اللي هنشوفه مع بعض، نركز مع بعض بقى. انا عشان أنس اي اسم بغير الاداه او بأنس المحدد وبعدين بأنس الاسم. طب ازاي بأنس الاسم؟ ببساطه عشان أنس الاسم بزود له في النهايه زي كلمة أنامي. أنامي يعني صديق، عايز أقول صديقة يبقى هأنس المحدد، هتبقى إن، وأمي أزود له تبقى إن أمي صديقة. مثال تاني مون فوازان، المون هتبقى ما، وفوازان هزود لها في النهاية بس كده. يبقى أنا عشان أنس الاسم بأنس الأداة وبعدين بزود للاسم في النهاية طيب يا مسيو لو الاسم ده كان آخره أساسا، في الحالة دي بعمل إيه؟ بسيب الاسم زي ما هو وبغير بس الأداة. يعني إيه؟ زي ده مثلا سو كاماراد، هذا الزميل، عايز أقول هذه الزميلة يبقى السو هتبقى ست. طب كاماراد المفروض إن أنا بزود لها بس هاجي أحط هلاقي أساسا آخرها خلاص ما أعملش حاجة، أسيبها زي ما هي تبقى ست كاماراد. مثال تاني أنيليف، تلميذ، عايز أقول تلميذة يبقى تبقى إن، وإليف تفضل زي ما هي. طب سيبناها ليه زي ما هي؟ لأن آخرها هاجي أزود هلاقي فيه أساسا، خلاص أسيبها زي ما هي. ماشي؟ يبقى ده الخاص بتأنيس الأسماء. يبقى عشان أنس الاسم إحنا اتفقنا إن الأداة أو المحدد دايما بيتأنس، ودي خلاص خلصنا منها. طب الاسم نفسه بقى بأنسه إزاي؟ بزود له طب لو هو آخره بسيبه زي ما هو. كل الأسماء كده ما عدا الأسماء اللي جاية دي. كلمة ان كوبان رفيق، عايز أنسها يبقى هتبقى إن، وكوبان هزود لها في النهاية. هتقولي طب ما هي شبه القاعدة العادية، بس في حاجة زيادة بنعملها. هتلاحظ هنا بعد الب في المذكر في عندي الآ دي اختفت في المؤنث. يعني هنا ان كوبان في عندي هنا بقت إن كوبين، حذفتها. هناخد بالنا بس من الملاحظة ديت. مثال تاني ان سيبير كوبان اللي هو صديق مراسلة، هتلاقي ديت هي نفسها الكلمة اللي فوق بس في بدايتها كلمة سيبير، فاللي كان بيتطبق على ديت هيتطبق على دي، هتبقى ان سيبير كوبين، ان انا هحذف وانسها عادي. طيب المثال اللي بعد كده ده المهم بقى ناخد بالنا منه. ان انفون يعني طفل. عشان اقول طفلة الأداة بس اللي بتتغير، بقول ان انفون، يعني كلمة انفون ما بزود لهاش حاجة تفضل زي ما هي. مثال بعد كده اني بو يعني زوج، عايز اقول زوجة، الاكس دي هشيلها احط مكانها طبعا زي ما اتفقنا بتبقى ان، فدي خلاص حاجة احنا عارفينها تبقى ان ايبوز، ان انا شلت الاكس وحطيت مكانها ماشي يا شباب؟ يبقى ببساطة عشان أنس الاسم ان انا بأنس الأداة او المحدد، واحنا عرفنا ازاي تأنيس المحدد وحفظناه كويس. طب بالنسبة للاسم نزود له طب الاسم ده اخره خلاص اسيبه زي ما هو ما عدا الأربعة دول. قلنا كوبان بيبقى زي القاعدة العادية عادي بس بشيل في المؤنث، وكلمة انفون بغير بس الأداة، انفون ما بتتغيرش، ايبو بشيل منها الاكس واحط مكانها اتفقنا؟ يبقى انا فاهم الجزئية دي كويس. تمام.
طب بعد كده عندنا بقى ملاحظة مهمة، خد بالك من اللي جاي ده، ان في اسماء بتتغير كليا عند التأنيث. يعني في حالات التأنيث اللي فاتت احنا شفنا ان احنا بس بنزود حرف الاو في النهاية ونغير الأداة. في بقى اسماء بتتغير بشكل كامل، يعني مش ان احنا بنزود حرف بس، لا الكلمة كلها بتتغير. زي مثلا الكلمات دي، كلمة ان جارسون، ان جارسون يعني ولد، او برضو ان فيس، ان فيس يعني ابن. فالكلمتين دولت اللي هو ولد او ابن عشان أأنسهم بيكونوا إن في. إن في يعني بنت أو ابنة، فإن في دي مؤنث لأن جارسون اللي هو ولد، وكمان مؤنث لأن فيس اللي هو ابن. ناخد في بالنا إن كلمة فيس آخرها اس في المفرد عادي. ماشي. طيب مثال تاني، ان بير أب، المؤنث منه إيه؟ أم اللي هي إن مير. هتلاحظ إن الكلمة اتغيرت تماما في الكتابة. مثال تاني، ان فخير أخ، بقت إن سير أخت. ان أنكل عم أو خال، عشان أقول عم أو خالة بقت إن طونت. ان جران بير جد، عشان أقول جدة هتبقى إن جران مير، هي جدة. واخد بالي جران في جران بير وجران مير ثابتة زي ما هي ما اتغيرتش. يعني أنا هنا غيرت الأ بقت إن، وبدل كلمة بير خليتها مير، إنما جران زي ما هي، عشان ساعات بيسأل على كلمة جران دي في الامتحانات، فاخد بالي بالشكل ده في كلمة جرامر بالذات، ما بزود لهاش او في النهاية. تمام؟ طيب ان هوم يعني رجل، او ان ماري يعني زوج، المؤنث منها ان فام اللي هي زوجة. هتقولي طب ما احنا واخدين من شوية كلمة اني بو وبقت اني بوز، دي بمعنى زوج برضه بس كلمة تانية. اتفقنا؟ سو مسيو هذا السيد، السو هتبقى ست، ومسيو هتبقى اللي هي دام، هذه المدام او هذه السيدة. فببساطة الكلمات دي بنحفظها. ماشي يا شباب، دي كل حاجة خاصة بتأنيث الأسماء. نيجي بعد كده على الجزء الثاني وهو تأنيث المهن، لو فيمينا دي بروفيسيون. ناخد بالنا من حاجة، تأنيث المهن هو نفسه تأنيث الأسماء، بس فيه شوية قواعد زيادة شوية، فناخد بالنا مع بعض. عشان أأنث المهنة زي ما احنا عارفين برضه الاسم بيبقى قدامه محدد، فالاسم ده ممكن يكون اسم مهنة عادي. فعشان فأنس المحدد زي ما اتفقنا ان الان تبقى ان، واللو تبقى لا، والسو والست تبقى ست، والمون تبقى ما، والتون تبقى طا، ولو عندي صون تبقى صا. فده كله كلام احنا عارفينه اللي هو بالنسبة لتأنيث المحدد. نيجي بقى على تأنيث الاسم اللي هو في الحالة دي هيكون اسم مهنة. ازاي بنأنسه؟ ببساطة بنزود للمهنة او في النهاية. زي مثلا انا افوكا اللي هو محامي، عايز اقول محامية، الان هتبقى ان، وافوكا هزود لها في النهايه او، فتبقى ان افوكات. هنا هنطق التي عشان مش اخر حرف، وهنا ما كنتش بنطق التي عشان اخر حرف، فده مش موضوعنا. المهم انا افوكا بقت ان افوكات، ان انا انست الان بقت ان، وافوكا زودت لها في النهايه او. طب مثال حاجه تانية. طيب بالنسبة بقى للمهن المنتهية بالأو هتظل كما هي مع تغيير الأداة فقط، نفس الكلام اللي كان في الاسم. زي ان بيلوت اللي هو طيار، هتبقى ان بيلوت طيارة، الان هتبقى ان، واجي ازود او هلاقي في عندي او، فخلاص اسيبها زي ما هي. نيجي بقى نركز في اللي جاي ده. يبقى اللي فات ده كان شبه بتاع الاسم بالظبط، اللي جاي بقى ده جديد، ان المهنة لو اخرها او ار بقلب الاو ار ديت لاو عليها اكسون جراب بالشكل ده وزود او في النهايه، او بشكل تاني ان انا بزود او في النهايه وبحط على الاو الاولانيه دي اكسون جراب زي دي. زي مثلا ان انفيرمييه، ان انفيرمييه ممرض، هلاقي اخره او ار، لما اجي انسه احط هنا اكسون واحط او في النهايه، فتبقى ان انفيرميير، حطيت او في النهايه وعلى الاو الاولانيه حطيت عليها اكسون، بس كده. طبعا الا زي ما احنا عارفين اتحولت لان. طب المهنة المنتهية بإي أو إن أو عامة بالأو إن بس بزود إن أو في النهاية. زي مثلا ان فارماسيان اللي هو صيدلي، عايز أقول صيدلانية يبقى الان هتبقى إن، وفارماسيان آخرها أو إن فزود لها إن أو في النهاية بالشكل ده، يبقى إن فارماسيان. يبقى دي القواعد الخاصة بتأنيث المهن، إن أنا عشان أأنس المهنة بأنس المحدد ودي عرفناها، بزود للمهنة أو في النهاية، لو آخرها أو أسيبها زي ما هي، لو آخرها أو إغ بحط او في النهاية وحط اكسون على الاو الاولانية، لو اخرها او ان بزود ان او. لحد هنا دي قواعد سهلة وواضحة. نركز بقى في القواعد اللي جاية.
لو المهنة اخرها ER بشيل الإغ ديت واكتب مكانها SE، زي مثلا ان فوندير. ان فوندير يعني بائع. المهنة دي عشان أنسها الآن هتبقى إن. طب وهلاقي المهنة آخرها ER فأقوم شايل الإغ ديت وحاطط مكانها SE تبقى إن فونديز. هتلاقي هنا الإغ شلتها وحطيت مكانها SE يبقى إن فونديز بائعة. مثال تاني ان كوافير. ان كوافير يعني الكوافير أو الحلاق. الآن هتبقى إن وكوافير هشيل الإغ وأحط SE. طب ليه حطيت SE في النهاية؟ عشان آخرها ER. اتفقنا؟ يبقى أي مهنة آخرها ER بشيل الإغ واكتب مكان الإغ SE. طب هل أي مهنة كده؟ ما عدا مهنة واحدة وهي ان بروفيسور. ان بروفيسور اللي هو مدرس. عايز أقول مدرسة، الآن هتبقى إن وبروفيسور هزود لها في النهاية تبقى إن بروفيسور. يعني بروفيسور منتهية ER ومع ذلك ما شلتش الإغ وحطيت SE، لا حطيت زي اللي هي القاعدة الأساسية العادية خالص. ماشي يا شباب؟ فناخد بالنا من الملاحظة دي. طيب لو المهنة آخرها ER برضه زي اللي فوق بس قبل ER ديت عندي حرف الت. في الحالة دي لو عندي ت قبلها بشيل ER كلها واكتب مكانها RICE هتبقى تريس. أو بشكل تاني بشيل الأربع حروف دولت أو بقلب الأربع حروف دولت كلهم للشكل ده اللي هو تريس TRICE. زي مثلا كلمة زي دي أنا أكتر هلاقي آخرها ER بس قبل ER ديت عندي ت. ففي الحالة دي بشيل ER كلها وحط مكانها اللي هي RICE فتبقى إن أكتريس. أو إن أنا شلت الت أو الأربع حروف الأخرى حطيت مكانهم كلمة تريس بالشكل ده بقت إن أكتريس اللي هي أكتر ممثل، أكتريس ممثلة. مثال تاني ان ديسيناتور رسام هتبقى وعايز أقول رسامة هتبقى إن ديسيناتريس بالشكل ده. عملت إيه؟ شلت اللي هما التي والأو والإي والإر وحطيت مكانهم TRICE اللي هي تريس. اتفقنا؟ طب لو كل المهن كده المنتهية بالتي ER بشيل التي ER واكتب مكانها TRICE بالشكل ده ما عدا مهنة واحدة وهي ان شونتور. شونتور مغني اخرها TER. المفروض ان انا اشيلهم كلهم واحط مكانهم اللي هي TRCE بس ده ما حصلش. امال اللي حصل؟ شلت الار وحطيت مكانها SE زي القاعدة اللي فوق دي بقت ان شونتيز. اتفقنا؟ فهي دي بس الجزئية اللي ممكن تلخبطنا فناخد بالنا منها. تمام؟ تمام. حد هيقول لي كلام جميل بس انا هنا هتلخبط، انا هنسى او مش هفتكرها كويس. احفظها ازاي بسهولة؟ ببساطة احفظ لو المهنة اخرها ER هشيل ER ديت وحط مكانها SE. طب ER دي كان قبلها حرف الت. في الحالة دي بشيل ER كلها واكتب مكانها RICE. تمام؟ وعندي مهنتين ما بيتبعوش القواعد دي اللي هي ان بروفيسور التأنيث بتاعها ان بروفيسور بحط لها او في النهاية، وان شونتور بتبقى ان شونتيز بشيل ار واحط مكانها SE. يعني قصدي ان انت تحفظ القاعدة الأساسية وبعدين تحفظ المهنتين دولت لوحدهم اللي هي ان بروفيسور التأنيث بتاعها ان بروفيسور بزود لها او، وان شونتور التأنيث بتاعها اللي هو ان شونتيز. احفظهم الاثنين دول بس. اتفقنا؟ ناخد بالنا بقى من اللي جاي ده. في عندي مهنتين المهن دي ما بتتأنس وحتى كمان الأداة ما بتتغيرش. طب ايه هما المهنتين دولت؟ ان ميدسان. ان ميدسان يعني طبيب او طبيبة. لو عايز اقول طبيبة بكتبها برضه بالشكل ده بالآ بتاعت المذكر. ان بومبييه اللي هو رجل اطفاء. عايز اقول سيدة اطفاء نفس الكلمة ان بومبييه ما فيش منها مؤنث. هما دلوقتي حاليا لهم تأنيث بس حسب المنهج بتاعنا ما لهمش تأنيث لان المنهج بتاعنا قديم شوية. تمام؟ فاللي عايزك تعرفوا ان كلمة ان ميدسان ان بومبييه دايما بياخدوا الان ما بيتأنسوش. ناخد بالنا بقى من اللي جاي. احنا قلنا ان اي اسم ما عدا اسماء الاشخاص لازم احط قبله محدد. فانا عندي هنا حالة وهي ان المهن لو جت بعد فعل اتر بتتكتب من غير محدد. ماشي؟ زي مثلا جملة زي دي إلي بروفيسور هو يكون معلم. هتلاحظ هنا كلمة بروفيسور ما خدتش قبلها ولا خدت محدد قبلها. طب ليه؟ لانها جاية بعد فعل اتر اللي هو إلي. طبعا حفظنا فعل اتر وحافظينه كويس. طب مثال تاني
Je suis médecin، أنا أكون طبيب. نفس الكلام، كلمة médecin جت من غير محدد. طب ليه؟ لأنها جاية بعد فعل être. يبقى ببساطة المهن بعد فعل être بحطها من غير محددات. طب امتى احط لها محدد بعد فعل être؟ في حالتين اتنين. لو جه مع المهنة صفة أو جات بعد كلمة سي ديت أساسا متاخدة من اللي هو فعل être، بس هنا مع بدل الإيل ديت كتبنا اللي هي السي أبوستروف دي، والإي ديت هي نفسها دي. تمام؟ فما علينا. لو المهنة جاي معاها صفة أو جاية بعد كلمة سي بحط لها أداة. طب نشوف أمثلة. زي هنا il est un bon professeur، هو بيكون معلم جيد. هتلاحظ هنا الجملة دي هي نفسها دي، بس دي من غير محدد، انما دي حطيت لها محدد. طب ليه؟ لان هنا جايب لي صفة، انما فوق ما كانش عندي صفة. فالفكرة لو المهنة جت معاها صفة بالشكل ده بحط محدد قبلها. طب ما جاش معاها صفة بالشكل ده وجت بعد فعل ادخل على طول كده بحطها من غير محدد. يبقى ليه un bon professeur هو يكون معلم جيد. طب لو جت بعد كلمة سي بحط لها محدد، زي هنا سي اهيت، سي ان بروفيسور، انه معلم، فهنا حطيت قبلها الاداة. ماشي، يبقى دي قاعدة خاصة باللي هي كتابة المهن. تمام يا مسيو، انا حفظت اللي هي القواعد بتاعة تأنيث الاسماء وتأنيث المهن. انا دلوقتي عايز اعرف هيجي عليها اسئلة ازاي في الامتحان. ببساطة ممكن تجي الاسئلة على الشكل ده، زي مثلا يقول لي ما كوزين ايه نقط. فهنا عندي النقط جايه بعد فعل اتر، فدايما لو النقط جايه بعد فعل اتر ببص على الفاعل. فهنا عندي ما كوزين دي هلاقيها مؤنثه، اللي هي ما كوزين يعني بنت عمي. طب انا اساسا مش عارف معناها، فعادي من المحدد عرفت ان هي مفرد مؤنث. فانا عايز هنا حاجه مفرد مؤنث، انهي واحده في دول مؤنثه؟ هلاقي فعلا اللي هي فونديز دي. ليه خدت فونديز؟ ليه ما خدتش ديت؟ لان انا عارف ان دي اخرها تي او اي ار، لو عايز انسها هشيل اخر 3 حروف واكتب مكانهم اللي هي ار اي سي او، فبالتالي دي مذكره مش مؤنثه. هنا شونتير دي الكلمه اللي ما كانتش منتظمه وما كانتش بتتبع القاعده ان انا بشيل منها الار واحط مكانها اس او لو عايز انسها، فبالتالي ما تنفعش. هنا فوندير هنا اساسا دي جمع، فاساسا هنا عندي هنا مفرد، فبالتالي هستبعدها خالص. تبقى الاجابه الصح اللي هي دي، لان دي اساسها اللي هي كان مكانها ار، بس الار شلتها وحطيت اس او. اتفقنا؟ عرفنا ازاي بنفكر. هنا مثلا سات نقط ايه سامبا، هنا السات بيجي بعدها مفرد مذكر بادئ بمتحرك، يبقى انا في البدايه دي هستبعدها عشان بادئه بساكن. هيتفضل عندي الثلاثه دولت كلهم بادئين بمتحرك، بس اخد بقى المذكر منها. هاجي ابص على دي الاقي دي اخرها او ومحطوط هنا اكسون، فدي متأنسه لان اساسا المذكر منها بيبقى اخره او ار، وعشان انسه كنت بزود او في النهايه واحط اكسون على الاو ديت، وبالتالي دي مؤنثه ما تنفعش. طب ديت اكتريس اخرها ار اي سي او، فدي اساسا متأنسه لان عشان اذكرها هخليها بالشكل ده ان انا احط لها او اي ار، تبقى اكتير دي اللي هي اللي صح. يبقى سات اكتير سامبا هذا الممثل بيكون لطيف. طب حاجة تانية، هنا مثلا حاجة زي دي يقول لي نقط دو مسيو روبير اي سوريانت. هنا بيقول لي اللي هي مسيو روبير بتكون مبتسمة. طب انهي واحد؟ يبقى دي مبتسمة دي صفة مؤنثة، فيبقى الفاعل مؤنث. طب انهي في دول المؤنث؟ هلاقي اللي هو لافي، معناها ابنة الأستاذ روبير أو السيد روبير بتكون مبتسمة أو بتبتسم. طب انا هعرف ازاي الصفه دي اللي هي مؤنثه ولا مذكره؟ ده ان شاء الله اللي هنشوفه في الجزء الثاني من الحصه، هو تأنيث الصفات. فدلوقتي يا بطل هتنزل الملزمه، هتلاقي فيها الشرح ده كله، وهتلاقي امثله زياده في الشرح عشان تفهم القاعده كويس وتثبت في دماغك، وكمان هتلاقي اسئله، فتحل الاسئله ديت وتفهم الجزء ده كويس، وبعدين تدخل على الجزء الثاني اللي هو تأنيث الصفات والالوان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.